السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي ان شاء الله بسبوسة محشية، طريقة سهلة وهتعجبكم بإذن الله. بالنسبة للبسبوسة التانية ما بتنجحش معاه، ممكن يجرب الطريقة دي، طريقة سهلة ونجاحها مضمون يعني، وطعمها جميل. وان شاء الله هعملها دلوقتي بمكونات، بس ايه اهم حاجة المكونات تكون بالظبط 200 جرام سميد. واهم حاجة المكونات بتكون زي ما انا بقولها. دلوقتي انا معايا 200 جرام سميد، و100 جرام سكر، و100 جرام زيت، 100 جرام جوز هند، وعلبتين زبادي، واربع بيضات، وفانيليا، ومعلقتين لبن بودر. وفي حشو بقى، انا بحط الفانيليا دلوقتي على البيض، وفي حشو هبقى اجهزه تاني بعد ما مخلط المكونات. الحشو لازم يجهز الاول عشان يهدى، ما يبقاش سخن اما اجي احطه في البسبوسه. الحشو كوبايه لبن، ومعلقتين سكر، ومعلقتين قشطه، ومعلقه ايس كريم باودر. ده الحشو سهل ومفهوش حاجة. انا ضفت بس معلقة ايس كريم باودر عشان تدي طعم وتعزز الطعم شوية، ومعلقة قشطة بلدي. احط اللبن، ادوب معاه اللبن، ادوب معاه كده الكوب اللبن ده. وهجهز الشربات برضو، لان الشربات يبقى جاهز: كوباية سكر وكوباية مية، كوباية سكر مع كوباية مية، وغلوة بس على النار. لما الشربات يغلي هحط معاه معلقة الزبدة دي بعد ما يغلي، معلقة الزبدة ورشة فانيليا. ده بالنسبة للشربات. الشربات بعد ما يغلي احط له معلقة الزبدة دي بس. انا هحطه على النار واخليه كده. دلوقتي اجهز الحشو: كوباية اللبن، كوباية اللبن، كوباية اللبن معاها معلقتين نشا، ومعلقتين سكر. انا مقللة السكر عشان هي فيها ايه، طبعا هي لسه هتتسقى شربات. معلقتين السكر يتقلبوا مع كوباية المية مع معلقتين النشا ورشة فانيليا ومعلقة ايس كريم بودر. كله يتقلب على البارد، هو دلوقتي لسه اللبن ما مش سخن، يتقلب على البارد دلوقتي. وبعد كده اولع البوتاجاز، ودي برضو الايس كريم. ادوبه كويس المكونات دي مع اللبن، اقلبه كويس، وبعد كده انا اشغل عليه النار لحد ما يبقى خليط كريمي. دي معلقة قشطة، دي معلقة قشطة كمان، معلقة معلقتين حسب الرغبة يعني، بتدي طعم كويس. ده الشربات غلي، اضيف معلقة الزبدة عليه. ده الشربات لما يغلي كده اضيف معلقة الزبدة ونص ليمونة واسيبه. هو يغلي 5 دقايق واسيبه. وده الحشو. دلوقتي بقى كريمي معايا اهو. انا بجهزه قبل البسبوسة علشان لازم يهدى، ما احطهوش وهو سخن. دلوقتي بقى كريمي خالص اهو، بقى معايا كريمي كده. خلاص اصبح جاهز، وهو لما بيبرد بيمسك بقى شوية. هو اما بيبرد بيمسك. خلاص كده جهز. اطفي عليه النار واخليه يهدى خالص، واجهز البسبوسة اسيبه يهدى. واللي برضو الشربات اسيبه. بعد كده اجهز بقى البسبوسة. اللي احط دلوقتي اللي بالنسبة 200 جرام سميد، احط عليه معلقتين اللبن بودر واخلطه بيه كويس. انا دلوقتي اضرب البيض بالفانيليا، اضربه بالمضرب الكهرباء، البيض مع الفانيليا. اضربه شوية كده بالمضرب اليدوي. هو مش محتاج مضرب كهرباء، هو عادي يعني. انا بخلطه بمضرب سلك كده عادي. بعد كده بضيف 100 جرام سكر واخلطه مع البيض كويس.
البيض والفانيليا وال100 جرام سكر، وعندي برضو علبتين الزبادي. في المكونات العلبتين الزبادي، 100 جرام زيت، معلقتين لبن بودر، 100 جرام جوز هند. انا ضفت البيض والفانيليا والسكر، اختلطوا كويس. اضيف بقى علبتين الزبادي، اخلطه كويس بقى مع البيض، كله تقليب بالمضرب بالسلك ده عادي. علبتين الزبادي كده اخلطهم كويس مع البيض. ده الزيت، 100 جرام زيت. اقلب المكونات كويس. معلقتين اللبن البودر هضيفهم برضو مع المكونات. وبعد كده اضيف جوز الهند، اخلط كويس المكونات مع بعض. جوز الهند تقليب عادي، مش عايز ضرب كتير ولا حاجة، تقليب عادي. اضيف جوز الهند واخلطه مع البيض والمكونات كويس. جوز الهند عليه السميد عليه معلقة صغيرة خالص، يعني نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. خلطتها مع الأول وبعدين كده ضفته. الخليط بيكون سائل شوية، سائل شوية عشان أعرف أوزعه مع الحشو. أجهز بقى صينية وفيها ورق زبدة مدهونة، وعلى ورق زبدة على حجم الصينية، وادهن ورق الزبدة وأحط جزء من الخليط. هحط جزء في القاع، أوزعه طبقة الأولى، أوزعه في قاع الصينية كده، أوزعه كويس. أوزع الخليط كويس كده في قاع الصينية، خليط البسبوسة. والحشو اللي أنا هحطه بقى هدي خالص ومسك شوية ازاي، مسك عن مكان في الأول وهو سخن. أوزع بقى بالراحة بالمعلقة كده على الوش، وأحاول ما أجيبش على الجوانب علشان الحشوة دي ما تطلعش أثناء ما أحط الطبقة التانية. لأنه طبعا لما بيستوي بيتسيح شوية. أوزع وأسيب حوالي سنتي من الحوافي، أسيب سنتي من الحوافي كده، مش معلهوش الحشو. وأوزع بقى الخليط التاني ده على وش الحشو الكريمة. أوزعه بالراحة كده، أغطي الكريمة كلها، أتأكد إن الكريمة كلها اتغطت. أوزع كله بحيث إن أنا ما أخليش أي حاجة من الكريمة ظاهرة. كده خلاص، بس بعد كده أصبحت جاهزة. بس كده بتدخل الفرن. هي تدخل الفرن 25-30 دقيقة، تخرج بالشكل ده. وهي خارجة، أول ما تخرج من الفرن يكون الشربات جاهز. أوزع عليها الشربات دافي مش سخن قوي، شربات دافي وهي خرجت من الفرن. شربات دافي مش يعني وسط. أوزع الشربات عليها كده، المسام بتاعها بتتشرب منها. وأهم حاجة ما اقطعهاش ولا اجي ناحيتها، لازم تهدى خالص عشان الكريمة هتبقى سايحة مني. لازم تهدى خالص ساعتين ولا حاجة عشان الكريمة تهدى خالص. كده شربت الشربات خالص اهي. واغطيها شوية، اخليها بقى كده لحد ما تتشرب الشربات خالص، اغطيها واسيبها. وده شكلها وان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.